غدا سيداتي سادتي في بطولة كأس الخليج العربي 25 في بصرة الفيحاء، ونشاهد الآن تنفيذ ضربة الجزاء للسندباد في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. يمشي السندباد يا كبير يا خطير يا خبير، وعلى طريقة السفاح يسجل هدف للتاريخ يا جميل. لا 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 لا، البساط ما عاجبه الوضع بالمرة يا السندباد. هذه المرة شلون ترضي يا السندباد؟ هاي عليها سويدية بصراوية. مرحبا حبايب قلبي، ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. الآخر استعدادات للمنتخب العراقي لبطولة خليجي 25 التي أقيمت في مدينة بصرة الفيحاء. تابعوا ويانا آخر استعدادات المنتخب العراقي لملاقاة المنتخب العماني. تابعوا ويانا هذا التقرير. Que sabes de lo tengo 20 rondas de puta madre, llega aquí no se ve nada. طبعا الفكره بتاعتنا بكره فريق في الشوط الاول وفريق في الشوط Perfect! The last one, eh? The last one! Let us jump in! علي بابا علي بابا علي بابا بعد ما شاهدنا استعدادات المنتخب العراقي لملاقاة المنتخب العماني على الأراضي البصرية وعلى ملعب جذع النخلة، هل المدرب الإسباني قادر على تخطي المنتخب العماني؟ أعتقد الكثير من الشارع العراقي والشارع الرياضي لديه الكثير من التساؤلات. هل المدرب الإسباني قادر على تطوير الكرة العراقية في الوقت الحالي؟ وهل هو المدرب الأنجح في الوقت الحالي؟ هل هو الأفضل بالوقت الحالي؟ تابعوا وياي هذا التقرير المفصل للمدرب الإسباني خيسوس كاساس. تابعوا ويانا هذا التقرير الخاص من هو هذا المدرب. تابعوا وياي زميلي العزيز. بعد ما شاهدنا التقرير المفصل للمدرب المنتخب العراقي الجديد خيسوس كاساس، وشاهدنا من هو هذا المدرب، هل هذا المدرب قادر أو تكون هناك نقلة نوعية للكرة الحديثة أو الكرة الإسبانية؟ احنا كنا نعرف الكرة الإسبانية هي من أفضل الكرات اللي تلعب في الوقت الحالي أو من أفضل الدوريات،
الدوري الإسباني مصنف من أقوى الدوريات على مستوى العالم. وهل المنتخب العراقي قادر على تخطي المرحلة الأولى والصعود إلى النهائيات؟ هذا ما راح نشاهده من خلال البطولة، وراح يكون إن لكل مباراة تقرير مفصل شنو اللي حدث وشنو اللي صار، وهنالك تحليل بسيط للكرة العراقية، وهل اللاعبين المتواجدين حاليا هم الأفضل في الدوري العراقي أو هنالك لاعبين مظلومين ولم يتم استدعائهم. هذا ما سنتحدث به إن شاء الله بالأيام القادمة. تحياتي وسلامي لكم، أخوكم الكابتن خالد من ألمانيا، وأتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديوهات. تابعونا في الأيام القادمة. تحياتي لكم.